Burada çocukken sana zarar vermek isteyen adamın fotoğrafı var. Sen niye uzaktaydın? Çok korktum, şükürler olsun sen. Şunu çıkarsanız. İyiyim ben. Çok şükür. Çok şükür. Korkma. Kendimde değilken rüya gördüm. Sen vardın. Tabii ki de ben olacağım. Eğer o ailemden birisine zarar verirsen hesabı öder. Direkt Serhat Bey'e söyleyelim. Olmaz. Sen niye gerildin? Bu hiçbir zaman değişmez. Abla o çıkmış. Bak koruma kararı aldıralım. Hatta yok. Ben seninle güzel şeylerden konuşmak istiyorum. Gerilmedim de sıkıldım. Sıkıldım. Başka bir şey yoksa? الحقيقة التي تم إخفاؤها لسنوات تبدأ بالانفجار الآن. الأحداث القادمة من الورود والذنوب ستدخل مرحلة جديدة تماما حيث يتم فتح أخطر ملف في القصة، هوية والد سرحات الحقيقي. منذ البداية كان سرحات يعيش في ظل أسئلة كثيرة لم يجد لها إجابة، لكن الآن ومع تطور الصراع بينه وبين نجاة سيظهر طرف غامض يحتوي على معلومات قادرة على تغيير كل شيء. هذا الظرف لن يكون مجرد دليل بل مفتاح لحقيقة مدفونة منذ سنوات طويلة. المفاجأة أن المعلومات الموجودة داخله ستقود شخص إلى ما لم يكن يتوقعه أحد ظهوره، شخص يدخل القصة محملا بتاريخ طويل من الأسرار والصراعات القديمة وسيغير ميزان القوى بالكامل داخل الأحداث. وفي الوقت نفسه سيجد سرحات نفسه أمام صدمة نفسية كبيرة، لأنه سيكتشف أن جزءا كبيرا من حياته كان مبني على معلومات خاطئة تم إخفائها عنه عمدا، مما سيدفعه للدخول في حالة من الشك والغضب والبحث عن الحقيقة بأي ثمن. أما نجاة فلن يقف مكتوف في الأيدي، بل سيواصل لعبته الخطيرة في السيطرة على الأحداث مستخدما كل نقطة ضعف ممكنة لضرب سرحات في أكثر لحظاته الحساسة. وبالتوازي مع ذلك تستمر بإيراك في الانهيار تدريجيا بعد خسائرها المتتالية، لكنها هذه المرة لن تبقى في موقع الضحية، بل ستتحول إلى شخصية أكثر شراسة واستعدادا للانتقام، خاصة بعد خسارته القدر والضغط الذي تتعرض له.